ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون الايام دي خير على الكل ان شاء الله. معلش انا بتأخر عليكم كتير، زي ما انتم عارفين ان انا في الشهر الاخير وخلاص الولادة على الابواب. فبحضر بقى حاجة الولادة، توضيب الشقة. زي ما انتم عارفين ان كل واحدة فينا بتبقى عايزة تبقى شقتها نظيفة، ما يبقاش يعني تبقى شايلة هم ترتيب الشقة او تنظيف الشقة. بعد الولادة بتبقى هم كبير عليها، لان احنا بنقعد فترة كبيرة طبعا نومنا متلخبط ودنيتنا متلخبطة. تعالوا النهاردة كده هنعمل اكل بسيط، وبمناسبة الاكلة اللي احنا هنعملها النهاردة هنتكلم في موضوع او في مشكلة جات لنا على رسائل الصفحة، وعايزين نشوف هل صاحبة المشكلة اتصرفت صح في اللي هي عملته ولا تصرفها كان غلط. عايزة رأيكم تسيبوه في التعليقات زي ما احنا ما متعودين. اهم حاجة اللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان كل جديد انزله يوصل لكم بسهولة. ويا ريت لايك وشير للفيديو وتعليق حلو زيكم كده. تعالوا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة المشكلة بقى بعتلي بتقولي انا بسبب طبخة او اكل عملتها اترمى عليا اليمين واترميت بره البيت، وقال لي ما انتش داخله البيت ده تاني لغايه لما تعرفي ان جزمه امي او امي تشيليها فوق راسك. فبقول لها ليه؟ عملتي اكل ايه او ايه اللي حصل او ايه السبب لده كله؟ قالت لي انا بمعنى اصح انا اللي متجوزه وبروح لحماتي مرتين في الاسبوع، بخدمها وبشيلها من على الارض شيل، بعمل لها كل حاجه تتخيليها، من ترويق مطبخ لعمايل اكل لغسيل لنشير لمروح سوق، لكل حاجه تتخيليها انا بعملها في البيت، زي بنتها زي ما بيقولوا يعني. بس المعامله اللي انا بتعاملها قصاد اللي انا بعمله ده كله معامله وحشه جدا وسيئه جدا. بتهان وبتشتم وبتعامل اسوأ معامله. يعني وقت الاكل لما يجي تقول لي خدي طبقك واقعدي على جنب. من ناحيه الاكل لما اعمل الاكل الاقيها تحط لي الرز والخضار او الاكل اللي انا حطاه، تقول لي الزفر لما الرجاله تاكل ابقى اشوف اللي يفيد منهم ابقى احط لك. طب يا ستي ما انا واقفه وتعبانه وشقيانه وسايبه بيتي وجايه بخدمك وطالعه نازله سلم وبجيب وبشيل وبحط، ده المقابل؟ تقول لي لما الرجاله ياكل، الرجاله اللي هم مين؟ اللي هم جوزي وولادها الرجاله التانيين. طب بالنسبه لسلايفك بيتعاملوا نفس المعامله؟ تقول لي لا، سلايف التانيين اللي هم بقالهم فتره معاها ما بيتعاملوش نفس المعامله، انا الوحيده اللي بتعامل نفس المعامله. بتقولي انت لسه بنت امبارح، لسه ما تعودتيش على اصولنا وعلى تربيتنا او على بيتنا واسلوبه. فبقول لها بس كده برضو ما يصحش. راحت قالت لي ما هو انا كل ما بروح بتعامل بنفس المعامله وبسكت وبحط في بقي جزمه وما بتكلمش، ورغم كده جوزي بيبقى قاعد وشايف. لما تلاقي جوزي مثلا اتضايق او وشه اتغير، الاقيها لو حاطه لحمه الاقيها تجيب لي اسوأ حته قدامها وتقول لي خدي كلي، خدي منابي وانا مش هاكل. تعمل ان هي ادتني المناب بتاعها عشان هي ما تاكلش، فعشان في نفس الوقت انا ارفض واقول لها ما يصحش ان انا اخد منابك اكله وانتي تقعدي من غير اكل وما تاكليش. فانا في اليوم دوت جوزي قال لي امي جايه تزورنا وتقعد معانا شويه، طلعي اكل من عندك وحضري لغايه لما امي تيجي. فانا قررت ان انا ادوقها من نفس اللي هي بتعمله معايا، بس مش بنفس الطريقه. يعني مش ان انا عملت زفر طلعت زفر وعملت، انا الحمد لله بيتي مش محتاج اي حاجه وفي كل حاجة تتخيليها. فانا طلعت عملت بتنجان وبطاطس وفول وطعمية وحطيته قدام حماتي. لقيتها بتقولي ايه ده؟ هو انا ابني مش مكفي بيته ولا ايه؟ هو ابني مش جايبلك ولا فراخ ولا لحمة ولا اي زفر في التلاجة بتاعتك؟ هو ده الغدا اللي انتوا هتتغدوه النهاردة؟ فقلت لها اه اصل انا زهقت من عمايل الاكل، كل يوم طبيخ ولحمة وفراخ، وبعدين احنا خارجين من عيد يعني اكلنا لحمة بما فيه الكفاية، وطبعا عند حضرتك انا باجيلك يومين في الاسبوع فانت بتعملي الخير كله، غير ما بقيت سلايفي بيجولك فطبعا انت كل يوم بتعملي لحمة وفراخ. فانا النهارده قررت ان انا اعمل اكل بسيط كده عشان الجو حر ناكله. قالت لي ايه ده؟ هو انت مش عارفه ان انا جايه؟ قلت لها لا عارفه ان انت جايه يا ماما، فانا قلت اعمل حاجه بسيطه عشان الجو حر. لقيتها بترد عليا بتقولي طالما انت عارفه ان انا جايه مش تطلعي حاجه من التلاجة تعمليها؟ ما هو انت بتقولي اهو ان ابني مكفي بيته الحمد لله، يعني المفروض تطلعي لي احلى حاجه عندك وتعمليها لي. قلت لها ما طبعا يا ماما هطلع لك احلى حاجه عندي واعملها لك، بس انا كنت مكرره من امبارح وعامله حسابي ان انا هعمل الاكل ده، فانا ما طلعتش حاجه من تلاجتي ولا حضرت الحاجه، انا كنت محضره الحاجه دي عشان اعملها. تتعوض في مره جايه ان شاء الله.
لقيتها مسكت التليفون وكلمت جوزي، قالت له هي دي المقابلة اللي انا اتقابلها في بيتك؟ هو بيتك لما يجي فيه اتهان فيه بالطريقة دي؟ فقالته بيقول لها ايه يا امي اتهنتي بايه؟ فقالت له لما تيجي هتشوف. فاول ما جوزي دخل راحت بتقول له بص الاكل اللي اتحط لامك، الاكل اللي المفروض ان امك تطلع لها احلى حاجة واغلى حاجة في تلاجتك، ده الاكل اللي مراتك عاملهولي. لقيت جوزي بيقول لي يا بنتي هو مش انا عرفتك ان امي جايه؟ قلت له اه انت عرفتني، هو اللي انا عاملاه دوت مش اكل بيتاكل برضو؟ هو في ايه؟ هو انا غلطت؟ لقيته رمى عليا اليمين ورماني بره الشقه واتصل باهلي وقال لهم بنتكم ما تلزمنيش. فهل اللي انا عملته ده تصرف صح ولا تصرف غلط؟ انا شايفه ان انا خدت حقي، وخدت حقي بطريقه يعني مش اللي هي، او ما خدتش حقي اللي هو الحق الكامل، بس على الاقل طلعت الغل اللي جوايا، او اقل معاملة انا بتعاملها معاهم انا طلعتها وعملتها بنفس المعاملة، بس برضو مش بنفس اللي انا بشوفه منهم. فهل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ يا ريت تقولوا لي رايكم وتقولوا لي الحل اللي انا كنت المفروض اعمله، او لو رجعت بيتي ان شاء الله اتعامل ازاي مع الناس دي، او المعاملة اللي انا المفروض امشي بيها معاهم. انا صراحة ردي عليها انا مش هقول لها ان انت صح، لا هو انت غلط. انت غلطتي في حاجة، طالما انت عارفة ان هي جاية كنت مفروض تطلعي احسن حاجة عندك وتعامليها احسن معاملة، لان هي ضيفة في بيتك ايا كان هو بيت ابنها، بس انت صاحبة البيت، انت اللي قاعدة في البيت، انت رئيسة البيت زي ما بيقولوا. يعني الحاجة اللي هتتعمل هتتقال في وشك انت مش في وش ابنها. ما هو مش ابنها اللي وقف طبخ، ومش ابنها اللي وقف حضر، او ابنها اللي ضيفها. ابنها جاي من شغل وعايز اكل ياكله وهيقعد، يعني ابنها لو كان جه وانت عامله الاكل دوت وهي مش موجوده كان هياكل ويبوس ايده وشه وظهره ويحمد ربنا على اللي هو كله. لكن طبعا امه جاياله ضيفه في بيته، وهو زي ما انت ما بتقولي مش مكفيه، يعني مكفي بيته، مش حارمك من حاجه، او بيته مش ناقصه حاجه، كنت المفروض تطلعي حاجه من تلاجتك وتعمليها لها. هنيجي للمعامله، انت بتتعاملي معامله سيئه، او الاسلوب بتاعها بتعاملك بيه غير بقية سلايفك، يبقى انت ما تروحيش تاني. ده الحل الامثل اللي انا بقولك عليه، اللي انت المفروض تعمليه ان انت ولا تروحي عندهم ولا تقعدي تخدمي فيهم زي ما انت ما بتقولي. لو جوزك بيغصبك على حاجة زي كده مفروض تقعدي معاه وتفهميه وتقولي له المعاملة اللي انت بتشوفيها او الطريقة اللي هما بيعاملوكي بيها، تعرفيه تقولي له انا بتهان، ما بتعاملش المعاملة اللي المفروض اتعاملها برغم تعبي طول اليومين اللي انا بروحهم عند مامتك. يعني انا بروح مرة في اول الاسبوع مرة في اخر الاسبوع، بتعامل فيهم اسوأ معاملة، كأني جارية انت مشتريني بفلوسك وجايبني تقولي اخدمي من غير ما تفتحي بقك، تحطي جزمة في بقك، اللي تسمعيه تسمعيه واللي تشوفيه تشوفيه. يعني انا ممكن مامتك تشتمني او تهني بحاجة انا عملتها غصب عني، يعني مثلا لو حطيت الاكل بطريقة معينة تقولي ايه القرف اللي انت حاطاه دوت. انت بتبقى طول النهار في شغلك ما بتشوفش حاجة، ما بتشوفش حاجة، يعني الساعة اللي انت بتيجي تقعدها مع عمك ومع اخواتك، لكن طول النهار انت ما بتشوفش المعاملة اللي بتعاملها منها وانا وهي لوحدنا في البيت. دي الحاجة اللي انت هتعرفيها لجوزك. والله جوزك غصب عليكي، لا انت ليكي اهل ترجعي لهم هم اللي يتكلموا معاه، يقولوا انت بنتنا خدتها من بيتنا او من بيت ابوها عشان تقعد في بيتك انت، تخدمك انت، تخدم جوزك. ويا ستي انا مش بقولك قطعيهم ومنعي نفسك عنهم خالص، في حاجة اسمها تليفون تسألي على حماتك وعلى اهل جوزك كل يوم. لو الحاجة دي هتضايق جوزك ان انت تمنعي نفسك عنهم، قولي له لا انا هسأل عنهم بالتليفون، لا قدر الله في عندهم مشكلة، في عندهم حاجة، لا طبعا هروح لهم واشوفهم واعمل لهم اللي هم محتاجينه. في المناسبات في الاعياد هودهم واروح اعيد عليهم. لكن ان انا اروح اخدم واتعامل معاملة زي اللي انا بتعاملها او اتهان، انا مش هروح تاني ومش هقعد تاني في بيت اهلك زي الخدامة. يتعامل بمعاملة زي بنتها او زي بقية سلايفي، يا اما بلاش منها المروح خالص في بيت اهلك. ده اسلم حل انت مفروض تعمليه وتمشي بيه، وده المبدأ اللي مفروض تمشيه في حياتك. المعاملة الطيبة اللي بتتعامليها تعملي قصادها معاملة طيبة. اتعاملتي معاملة وحشة مش هعامل معاملة وحشة، احنا هنتعامل بتربيتنا. لكن البني ادم اللي بيعاملنا بمعاملة وحشة او بيقل مننا او بيسئ لينا او بيهنا، نحط تحتيه مليون الف خط ونقطع علاقات معاه او نقلل علاقاتنا بيه.
لو مش هنعرف نقطع علاقات، لان طبعا زي ما انتي ما بتقولي دي حماتك يعني ام جوزك، يعني مضطرة في يوم من الايام هتتقابلي معاها وهتتعاملي معاها. بس زي ما قلت لك الحل الامثل ان انتي ما تروحيش هناك تخدمي. هتروحي تخدمي يبقى تخدمي وتتعاملي المعاملة اللي المفروض تتعامليها. اتقل منك يبقى المفروض ما تروحيش. انتي قاعدة في بيتك معززة مكرمة، هو جوزك خدك من بيت اهلك عشان تقعدي في بيته هو وتخدميه هو، غير كده لا. لو هتروحي عند حماتك ومضطرة عشان خاطر جوزك، يبقى الساعة اللي جوزك بيروح فيها انت تروحي فيها. يعني جوزك وهو راجع من الشغل، انت بترجعي الساعة كام؟ بترجعي الساعة 5، بترجعي الساعة 6. هستناك تحت على باب البيت، نطلع انا وانت مع بعض، هطلع في ايديك. جوزك هيقعد ياكل ويشرب براحته، ده بيت اهله، وياكل ويشرب زي ما هو ما عايز، انت ولا تاكلي ولا تشربي. ده الحل اللي انا شايفاه. هو ده كان ردي عليها في المشكلة، او الحل اللي كان عندي بالمشكلة بتاعتها. يا ريت تسيبوا لها رأيكم في التعليقات، او الحل اللي هي كانت المفروض تعمله، او الطريقة الانسب اللي هي المفروض تتعامل بيها مع الناس دي ان شاء الله لما ترجع بيتها بدون شر. ربنا يصلح ما بينها وما بين جوزها وترجع لبيتها ان شاء الله من غير اي شر وترجع بالخير. يا ريت تسيبوا بقى رأيكم في التعليقات وتقولوا لي رأيكم في الاكل اللي انا كنت بعمله النهارده. احنا مش هنتكلم بقى في الاكل اللي هي عملته، احنا هنتكلم في الاكل اللي انا عملته النهارده. انا عملت عجة زي ما انتم ما شفتوا، وسلطة بطاطس، حاجة كده خفيفة تتاكل في الحر اللي احنا فيه دوت. وطبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ان احنا خارجين من عيد وزهقنا بقى من اكل اللحمة ومن اكل الحاجات اللي انتوا عارفينها ديت. يا ريت تسيبوا رأيكم في التعليقات ولايك وشير للفيديو، ويا ريت تضيفوا صحابكم للقناة، خلي القناة تكبر بيكم ان شاء الله ونبقى اسرة كبيرة كده مع بعض. دلوقتي بقى انا هحط العجة في الفرن واحمر شوية بطاطس صغيرين كده، وكان عندي محشي بايت اطلعه اسخنه. اي حاجة عندك في التلاجة طلعيها وحطيها هتتاكل. الحر دوت مش محتاج عك ومش محتاج اكل كل يوم وطبيخ. المحشي دوت كنت عاملاه الايام اللي فاتت، طلعته وسخنته، وزي ما انتم شايفين هو حاجة بسيطة وهتتاكل، واللي هيقعد هياكل وهيشبع. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله.